ده الحي جابر، وده ولده الكبير حسام، وده كارم ولده الصغير، وده الحق موسى وولده خالد. يلا عشان ما نطولش عليكم، تعالوا نشوف الحلقة. زقيت البهام زي ما قلت لك يا خالد. زقيتهم يابا، بس البقرة السوداء شكلها تعبان. مش قلت لك تخلي بالك منها؟ هي البقرة اللي هنذبحها على فرح واد عمك دي. يعني انا اللي عييتها يابا؟ بقرتي اللي عايز تذبحها دي على فرح ود اخوك. ده اخوي، لو مش ساعدت اخوي هساعد مين؟ اخوك اللي فرحان بيه ده دخل الغلة ما سألش فينا بشوال حتى. هو اخويا مكفي اللي جوا عشان يطلع برا، ما كتر خيره برضه. كتر خيره واحنا مش كتر خيرنا. عيالي يتعبوا في اكل البهايم وهم ناجي ياخدوا على الجاهز. جاهزية يا مرة، اخويا فلوسي فلوسه. ايوه صح يما، ده عمنا بيحبنا وبيخاف علينا زي عيال. اسكت انت ما عارفش حاجة. اسكت يا زهيرة، ما تربيش عداوة بين عيال العم. وانا اللي طلعت الوحشة في الاخر، وانا اللي خايفة على مالك من الناس. خافي على مالي براحتك، بس مش من اخويا وعيال اخويا. وحشني نفسي زمان اوي، وحشنا اشوف روحي ما فيش فيها الوجع جايب ظروف. وحشني بالي وهو رايق كل يوم، بس الهموم سايبالي حتى في ضحكي خوف. ازيك يا خالد؟ اهلا يا حسام، عامل ايه يا ولد عمي؟ والله الحمد لله يا ولد عمي، بس انا كنت قاصدك في خدمه. قول يا حسام، ده نخدمك بعيني، ده انت اخوي. والله انا معاي نقلة رمله، قلت اجيب حد بالاجره بالونش يطلعهم، بس حسبتها قلت يعني اقل حاجه ياخذ له 700 800 جنيه. قلت انا ايه اشوف ولد عمي يساعدني فيهم. عيب اللي انت بتقوله ده يا حسام، ولد عمك موجود وتجيب الغريب. تسلم يا جدع، قلت هتقول كده انا. ساعة بس هتغدى واغير هدومي واجيلك على طول. براحتك خالص يا خالد، غير هدومك وتغدى وانا مستنيك في البيت هنا. خلاص يلا على الله. ما شغال. فين أبوك حسام يا كارم؟ والله ما عارف يا ابوي، هو قال وانت عايز بحاجه؟ لا ما فيش حاجة يا أبوي. أنا قلت له ودي شوية، قال لك ابن عمك مش عارف وداه ولا لا؟ لا ما وداش حاجة. طب هو ليه ما وداش؟ مش قال له ودي لهم؟ انا قلت له ما توديش حاجة، هو ليه يودي؟ هم واقفين على شوالة. وأنت إيه دخلك باليد ولا ما يوديش؟ وده بعدين أخويا لازم يدوق من غلطي. احنا كل سنة بنودي لهم، ايه اللي عملناه يعني؟ ده حتى ما بيقولوا شكرا. أنا مش مستني شكر من أخويا يا سمير، أنا مش بعوز عليه حاجة. ليه عايزة كرهينا ببعض بس يما؟ ليه ورثونا العداوة من غير أسباب بس؟ عمرهم ما زعلونا ولا حتى كشروا في وشنا، ولا حتى في عمرهم قالوا في أصلهم معانا. يا سميرة فض كلامك الماسخ ده المليء عازب. انتوا اللي كلامكم عاجبكم، انتوا اسمعوا كلامي. في الزمن ده ولا خال ولا عمي بينفع. على الطلاق الحريم زيك تتفت لها بلاد، انا مسيباك مخدلة. يلا هوي حي علينا حي. خد يا خالد. ليه ما تغديتش كويس يا خالد؟ لا تمام، انا كده شبعت.
بس انا بدور على هدوم القديمة من الصبح مش لاقيها. مالك انت بهدومك القديمة دلوقتي؟ ده حتى الزرع في العصر. لا انا رايح اساعد حسام ولد عمي بيطلعوا رملة هنركب سيراميك للشقة. الله يركبك الفقر انت وابوك يا ولدي. عايزة تروح تتعاول عند الناس ياض؟ تعاول عند الناس؟ دول ناس عمي يما. ايه في انه يومك مش هيعدي نهارده. انا هروح ومش هتأخر، كده كده مش هنطلع الرملة كلها. انا قلت مش هتروح. بس كده يزعل مني حسام ولد عمي، ده زي اخويا الكبير برضه. خليه يزعل ولا يتفلق، مطرح ما يحط راسه يحط رجليه. انت ليه عايزة الدنيا كلها تبقى زعل وزعل كده؟ حرام عليك. حرام عليك عيشتك. طب خش لحسن قسما عظما ما تدخل البيت تاني دول نهائي. ناس عمي لو قتلوا لك قتيل يما مش هتعملي كده. حي علينا حي. انا مش عارف اللي بتعمليه ده كله غيرة ولا حسد ولا كره ولا ايه بالظبط. غور من وش احسن لك. هيني غرض. يا عم موسى يا اخوي. الحمد لله يا جابر يا اخوي. ولا تاجي تسأل على اخوك وهو عيان يوضبوه؟ مشاغل يا اخوي معلش. يلا معلش، ربنا يزيدك يا اخوي من نعيمه. ربنا يخليك يا اخوي. ايه اخبار البقرة بتاعت فرح وض اخوك حسام؟ البقرة؟ ايوه، هو انت نسيت؟ فاكر يا راجل، خبر انساك. طب ايه كويسة الفرح تقضي الفرح ولا نجيب ونزود عليها تاني ولا ايه؟ ايوه يا جابر يا اخوي، الصراحة اتزنقت في قرشين ورحت بحت البقرة. بحتي يا موسى؟ ده انت وعدتني وانا متكول عليك يا الضبوط. ما تزعلش يا جابر يا اخوي. ما زعلش هي بس، ما انت وعدتني بيها ودلوقتي جاي تقول لي بحتها. وما قلت ليش من بدري ليه يا موسى؟ كل ما اجي اقول لك بنسى يا اخوي. اوعى يكون مخبي علي حاجه وحد لعب لك في مخك ويقول لك ما تديش البقره لاخوك، هيبقى زعل كبير بيني وبينك. ما تقولش كده، انا عمري ما اعز عليك حاجه يا جابر يا اخوي. قرصتي جات من قرايا في الدنيا شفت العجايب، قصرتي جات من قرايا الشعر الاسود بقى شايب، ليه يا قرايبي كسرتوني، ليه يا قرايبي كسرتوني. مالك كل يا موسى؟ مش عايز اطفح. مالك يا راجل؟ ايه اللي حصل؟ كذبت على اخويا يا زهيره، قلت له بحت البقره وانا ما بحتهاش. انت اللي عملته ده عين العقل يا موسى. عين العقل يا مرة، انا خسرت اخويا بسببك. صف الحريميه ده انتوا شواطين. ما ان احنا كمان ان شاء الله. انتوا تخربوها بلاد. منك لله يا زهيره، خلتيني اغير رايي واكذب على اخويا. انا غلطانه اللي بقول لك على الصح. عمر الصح ما يطلع منك، انت بينك وبين الصح خلاف. خلتيني ازعل مع اخوي. طب وايه يعني خليه يزعل؟ يعني هو بيجيب لنا الدقيق كل شهر؟ كلامك بقى حنظل. خلاص انا ماشيه. استني، انا اللي اسيبها لك مخدره نجي الميه بوشك اللي شبه الصندل. خبر امال يا خالد؟
اقول لك تعال ارفع معي شويه الرمله تقول لي حاضر ونعم واستناكم ما تجيش. معلش يا حسام، اصل الجسم والله ساب مرة واحدة معك. عيب عليك، هو انت شايفني عيل صغير تضحك عليه بالكلمتين دول ولا ايه؟ انا عارف مين اللي منعك، امك اللي قالت لك ما تروحش. هي من يومها هي وبتكرهنا وبتغير منينا. ما انت عارف الحريم بتغير برضو. والله انا جابت ما معاها الدنيا معاي، ومن ناحيه القرايب والله ما بقيت صفيان سنطي. بس احنا اولاد عم واخوات يا حسام. كنا اولاد عم يا خالد، بس من هنا ورايح كل واحد فينا على حاله. ونخلي الغريب يشمت فينا يا ولد عمي. يا ريت القريب يكون في نظافه الغريب يا عاد. بس العداوة وحشة يا ولد عمي. بس انتوا اوحش. شلت الهم انا على همي والوجع ماشي في دمي. شلت الهم انا على همي والوجع ماشي في دمي. لا نفعني خالي ولا عمي، لا نفعني خالي ولا عمي. يا مامي قلت لك حسام هيزعل مني لو ما رحتلهوش. وانت تروح تتعاول عند ناس ما تنفعش المعروف فيها. بس مين اللي مش بينفع معاهم معروف يا زهيرة؟ اخويا اللي بتتكلمي عليه ده بيشيل عيالك فوق كفوف الراحة. يما انا عمي مش وحش معاي، ده لما كان يشوفني بتشاكل مع واد عمي كارم كان يكمل على كارم ويقول له بتتشاكل مع واد عمك ليه؟ انت ليه ما رحتش مع واد عمك تساعده؟ ما هي قدامك اللي قالت لي على قصتي لو طلعت من البيت. جثتها ده مش هنلقى لها قبر نلمها فيه. ليه قال انا بخنق في خلق ربنا؟ ده انت لو خنقتي ولا قتلتي احسن ما تفتن عيال العم ببعضهم. ايوه يما، ده الفتنة اشد من القتل. انا اللي هقتلكم انت وابوك لو مش قعدتوا ساكتين. ليه الاذى؟ انا ماشي. انت اللي بتعمليه ديتي مش هيخلي مودة بيني وبين عيال اخوي. ليه بنقل وببدل الزينة بالشينة ياك؟ هتخليها تتقلب من بحور محبة لبحور عداوة. خلاص انا من هنا ورايح ماليش دعوة باللي يحصل. عارفة يا زهيرة لو بطلت الكلام اللي طالع من خشمك ده الكلام الخراب هيكون طلاقك على ايدي. يا موسى انت عارفني يا اخوي، لا بحب الكلام ولا قلنا ولا قالوا. ايه لازمة الكلام الماسخ ده يا جابر؟ من طول ما بيتي وبيتك مصفيرينش كل واحد يروح لحاله. واه ايه اللي بتقوله ده؟ اللي بقوله غير العقل واختصاص للكلام يا موسى. احنا كترنا على بعض يا اخوي. ايوه ما كترناش، بس كتر الكلام هيجيب مشاكل. مشاكل كمان؟ ده الدنيا وحشة يا ناس. ده انت البقرة استكترتها علي يا موسى. اسكت يا اخوي، الكلام ملوش لازمة. سلام يا اخوي. استنى يا جابر، سامحني يا اخوي. اسامح مين؟ روح انت الله يسامحك. لو كنت عملت خاطر لي يوم حلو عشنا في كده معقول؟ يا ساتر ما فيش كده في الحياة.